خطة أعداء دنيا باطمة لمحاولة حرمانها من إمكانية استفادتها من العفو الملكي الذي يشمل عدد من المتابعين والمحكومين سواء كانوا معتقلين أو لا بمناسبة عيد الأضحى. لنتعرف على التفاصيل بالفيديو. أعداء دنيا باطمة كيحاولوا بكل خبث يديروا لها العصا في الرويضة لكي لا تشرق عليها شمس الحرية. فها هم أعداء دنيا باطمة الذين كانوا يروجون عبر منابرهم الإعلامية أنهم ليسوا ضد دنيا باطمة كدنيا باطمة، وأنهم ضد أن هناك مواطنة مغربية مدانة بسنة حبسا نافذا لكنها ما زالت خارج الأسوار، وأنهم سيظلون ضد دنيا باطمة من أجل أن تدخل إلى الحبس، وما إن تدخل سيكفون عن مضايقتها ولن يهمهم أمرها بعدها إطلاقا، فإنهم أبدا ليسوا ضد دنيا باطمة كشخص، وهذا ما كذبته الأيام. فرغم أن دنيا باطمة قد دخلت الحبس لتقضي العقوبة الحبسية المحكومة بها، إلا أن هؤلاء ما زالوا يحاربونها. فأمر طلب دنيا باطمة للعفو الملكي غير خفي على أحد، فبالإضافة إلى سلوكها للمسطرة القانونية لطلب العفو قد ظهرت في لايف وطلبت العفو الملكي من جلالة الملك. ونحن على بعد أيام من عيد الأضحى أو العيد الكبير كما يحلو للمغاربة تسميته، وهو مناسبة خلالها يقوم جلالة الملك بالعفو على مجموعة من الأشخاص المتابعين أو المحكومين سواء كانوا معتقلين داخل أسوار السجن أو غير معتقلين. لكن كان لأعداء دنيا باطمة رأي آخر، حيث أنهم روجوا على لسان طريقها البحري موافقة ترك أن دنيا باطمة ستخرج في عيد الأضحى في محاولة للتشويش على الطلب الذي قد يؤدي إلى حرمانها من العفو الملكي. فالعفو الملكي أو العفو المولوي أو كما يطلق عليه العفو الخاص هو حق لجلالة الملك يمارسه كما يريد جلالته، وبالأضل يسقط العقوبة أو المتابعة إذا لم يكن قد صدر حكم بعد. ومنذ صدور العفو يبلغ للمعتقل أو السجين ويخرج حينها دون تأخير، لأنه علة حبسه أو اعتقاله قد سقطت بالعفو الملكي، وليس كما يدعي موافقة ترك الذي صرح أنها ستخرج بعد 12 يوما من تصريحه بأنها قد نالت العفو الملكي. فالمستفيد من العفو الملكي يخرج فور إخباره بالعفو، وإخباره بالعفو هو في نفس الوقت إخباره بأنه سيخرج في الحال. وما فعله الترك ما هي إلى ورقة لعبها أعداء دنيا باطمة لمحاولة التشويش على طلبها للعفو المولوي